هنتعرف على قصة الزوج الوحيد في حياة أمينة رزق راهبة المسرح، وهنعرف ليه طلقها في ليلة الدخلة. كل اللي يعرف الفنانة أمينة رزق يعرف قد إيه هي ضحت في حياتها وإنها كانت مخلصة جدا للفن، وده كان على حساب حاجات كتيرة جدا في حياتها، أهمها صحتها وراحة بالها، واللي كتير بيرددوه من زمان ولحد النهاردة إن الست أمينة رفضت الجواز لأنها كانت واقعة في غرام يوسف بيك وهبي اللي كان أصلا متجوز، ومن كتر صدقها في حبه رفضت تتجوز وتفرغت تماما للفن. فلما اتسألت عن الجواز قالت انه مفيش اي رواية من الروايات اللي قريتها ومثلتها على مسرح يوسف وهبي ما فيهاش مأساة الا وسببها الراجل بقى اللي كان بينقض على الفتاة الضعيفة بعد ما يوقعها في شباك غرام. فقالت انها كرهت الحب بسبب الكوارث اللي بيسببها للي بيقعوا فيه. ولما كان حد بيجيب لها سيرة حبها للفنان يوسف وهبي كانت بتقول ده أستاذ. وبرده كان في حوار ليها مع مفيد فوزي، قالت انها سبق ليها الجواز مرة واحدة. استغرب جدا مفيد فوزي وقال لها ايه ده، امتى وفين وازاي، محدش سمع بالموضوع ده قبل كده. فقالت له انها اتكتب كتابها على ضابط اسمه وهبي واتجوزته تحت ضغط من العيلة، وسبب انفصالهم ان هي كانت مصرة انها تكمل في التمثيل ودي كانت عكس رغبته. وقال مصطفى امين ان أمينة رزق سبق ليها الجواز بس على الورق وبس مع وقف التنفيذ لان زوجها طلقها قبل الدخلة، وفضلت أمينة رزق تحمل لقب آنسة. وبالمناسبة زوجها ده هو الضابط علي وهبي وهو ساكن في فيلا في مصر الجديدة.